ده انا ارجعي. بيحصل مع الشباب وهم هيثوروا دلوقتي. يحصل ايه بقى؟ اتنين مرتبطين وبينفصلوا، فيجي اوكي. الولد يقول لك ايه، انا هنبقى اصحاب. طب نقعد نتكلم، انت ليه بتطلب منها ان انت تبقى هي صاحبه؟ ما انتوا كنتوا مرتبطين بتحبوا بعض. لا انت مش عايزه تفهمي، انا بقول لها كده علشان ارجعها ليا تاني، عشان هي بقى تحس بمشاعرنا تاني ونرجع نتقلب نبقى حبايب. انا غرضي او نيتي ان احنا نبقى دايما احباب، بس هي رافضه، في مشاكل ما بيننا كتير وهي رافضه، فانا بتجه الاتجاه ده. تقولي بقى للشخص ده ايه؟ الشخص اللي هيك بده يتسلى. الله عليك. بده يتسلى. ما في اشي اسمه اصدقاء صار في حب بيننا، صرنا احنا مرتبطين نرجع اصدقاء. ما بيمشي الحال، بيمشي لطرف من الاطراف، الطرف الثاني لا. اللي حب عن جد ما بيقدر يرجع يكون صديق، مستحيل. بس اللي طلب انه نرجع اصدقاء ممكن ما بده يخسر وجود هذا الشخص بحياته. ممكن هو غالي عليه ما بده يخسره. يعني ممكن ما يكون الهدف انه هو بده يتسلى فعليا بمصطلح تسلية، يعني بقدر ما انه هذا الشخص اوكي احنا صرنا في بيننا حب مثلا، بس انا ما بدي اني انا هذا الشخص اخسره يعني بشكل نهائيا. مطلق من حياتي. عرفتي كيف؟ طلع فبتلاقيه بره. ممكن يرجع بده نرجع أصدقاء. بس الإشي الحقيقي اللي بدي أقول لك إياه إنه ما في إشي اسمه حب هيك. يعني هو طيب فعليا ما